من أهم الأسباب اللي بتخلي أطفالنا في المدرسة مش مركزين وتحصيلهم الدراسي ضعيف هي مشكلة الأنيميا. فلو الموضوع ده عندكم في البيوت مع أطفالكم يا ريت تركزوا معانا عشان نقول لكم هنعمل إيه في المشكلة دي. طبعا لازم نعرف ان الانيميا انواع كتيره جدا، لكن احنا دايما بنتكلم على اشهر نوع هو انيميا نقص الحديد. النوع ده منتشر جدا. لازم نعرف ان مرض الانيميا مرض علاجه سهل جدا وتشخيصه سهل جدا، ولكن لو ما عالجناهوش هي مشكله كبيره جدا بتاثر على صحه اطفالنا بشكل مباشر، بتاثر على صحتهم العامه، بتاثر على صحتهم الذهنيه، على تركيزهم في المدرسه، على التحصيل الدراسي، على كل حاجه بتخص الطفل. فلازم لو حد شك ان في مشكله من النوع ده نتوجه بسرعه على اقرب دكتور عشان نشوف المشكله دي حلها ايه. طبعا كلنا عارفين ان الدم بتاعنا بيتكون من كرات دم حمراء وبيضاء وصفائح دمويه. كرات الدم الحمراء بتكون جواها حاجه اسمها هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده وظيفته انه بياخد الاكسجين من الرئه ويلف في الجسم كله يوزعه عشان خاطر كل الاعضاء بتاع الجسم تشتغل بشكل طبيعي. طب ايه علاقه الحديد بالموضوع ده؟ الحديد ده داخل في تركيب الهيموجلوبين، وبالتالي لو في نقص في نسبه الحديد في جسمنا ده يؤدي الى نقص تكوين الهيموجلوبين، فبالتالي يحصل مرض انيميا او فقر الدم. يبقى ايه هو تعريف مرض الانيميا؟ هو نقص نسبه كرات الدم الحمراء او نسبه الهيموجلوبين في الدم بتاعنا. طيب هو النسبة الطبيعية كام؟ النسبة الطبيعية دي بتختلف من طفل للتاني حسب عمره وحسب نوعه إذا كان ذكر أو أنثى. طيب يا دكتور، يعني إيه أصلا اللي يجيب أنيميا؟ إيه أسباب الأنيميا؟ هنقول أسباب الأنيميا. أول حاجة الأطفال المبتسرين أو بيسموهم الخدج اللي هم مولودين بدري شوية عن ميعادهم. الأطفال دي بتبقى نازلة عندها نقص في مخزون الحديد في جسمهم اللي خدوه من الأم. الطفل لما بينزل بياخد حديد من أمه يكفيه حوالي من 4 ل 6 شهور بعد الولادة. فلو الطفل نزل بدري عن ميعاده فالمخزون ده بيبقى قليل، فاحنا ساعات الاطفال بتبقى مولوده لسه في الحضانه ممكن نديهم حديد او بعض الفيتامينات الاخرى عشان تناسب حالتهم. كمان الاطفال اللي هم مولودين بدري دول بتكون مصانع الحديد في جسمهم اللي هو نخاع العظام لسه مش ناضج ومش شغال بالكفاءه المطلوبه، فبرضه ده بيعمل انيميا. من الاسباب التانية اللي بتعمل انيميا هي ان الام بعد ال6 شهور ما دخلتش اكل مع اللبن او مع الرضاعه. فاحنا بنقول من 4 ل 6 شهور بنبدا ندخل اكل، لان مخزون الحديد هيكون خلص، فلازم الطفل يدخل له حديد من مصدر تاني غير اللبن. تمام؟ فده من اشهر الاسباب في مصر تحديدا، هو ان الام تستمر على الرضاعه الطبيعيه او اللبن عموما فتره بعد 6 شهور بدون ادخال طعام تاني مع اللبن. واحنا كنا عملنا حلقه قبل كده يا ريت ترجعوا تشوفوها عن الخطه لادخال الطعام للطفل والمده المناسبه وانواع الاكل وازاي، يعني في فيديو كامل عن الموضوع ده. من الاسباب برضو المشهوره اللي بتعمل انيميا الاطفال هو ادخال حليب بقري او جاموسي قبل ما الطفل يتم سن عام. اللبن اللي هو العادي اللي هو بخيره او اي نوع اللي بنشتريهم من السوبر ماركت قبل ما الطفل يتم سن عام، في امهات كتير فاكره انه مغذي وانه لا، ده من اشهر الاسباب اللي تعمل انيميا. من اسباب تانية هي سوء التغذيه في الاطفال بقى الاكبر من عام كمان، اللي هم دايما بيعتمدوا على وجبات غير صحيه، اكلات السوبر ماركت، الشيبسيهات، الكاراتيهات، الفاست فودز، اكلات غير صحيه ما فيهاش حديد، ما فيهاش يعني فيتامينات مفيده لتصنيع الدم. وهنشرح بعد شويه ايه الاكلات المهمه اللي فيها نسبه الحديد عاليه. من اشهر الاسباب كمان اللي تسبب انيميا في اطفالنا هو الديدان. لو في طفل عنده انواع معينه من الديدان دي بتعمل انيميا، زي الانكيلوستوما، الاسكاريس، اي نوع تاني، ده حاجات مشهوره برضو وبتسبب انيميا. من الاسباب برضو المشهوره ان الطفل يكون عنده نزيف، يعني مثلا مناخيره بتنزف، اللثه بتنزف، سواء نزيف بسيط ولكن مزمن على فتره طويله او حتى نزيف في كتير في مده قليله. دي كلها اسباب تعمل انيميا، وعلى حسب نسبه الهيموجلوبين اللي بنلاقيها في التحليل بيكون العلاج والتصرف. طيب يا دكتور، انا دلوقتي اعرف ازاي ان ابني عنده انيميا؟ يعني ايه هي الاعراض بتاعه الانيميا؟ في ناس كتير عارفه الاعراض او عارفه يعني بعضها. اول حاجه بنلاقي الطفل لونه شاحب. يعني ايه شاحب؟ لونه يعني باهت، ابيض شويه. دي نشوفها اكتر في الجفن او في الشفايف او في الضوافر. الحاجات دي كلها المفروض ان هي بتكون لونها وردي بسبب الهيموجلوبين هو اللي عامل اللون ده، فبالتالي لو في نقص في الهيموجلوبين بنلاقي اللون ده مطفي. ودي مشهوره جدا، وتلاقي الامهات دايما جايه في العياده ابني لونه شاحب، انا حاسه ان هو عنده انيميا. طبعا مش ده العرض الوحيد
للانيميا. في اعراض تانية ممكن نلاقي الطفل بيشتكي ان عنده ضربات قلبه سريعه شويه او حاسس دايما بضربات قلبه، فدي من الاسباب المشهوره. ممكن تلاقي الطفل يقول لك انا دايما حاسس بدوخه، حاسس ان انا مجهودي ضعيف، بتعب من اقل مجهود، بنهج بسرعه، تحصيلي الدراسي، مش هو اللي بيقول مامته، تحصيله الدراسي ضعيف، الولد بيجيب درجات وحشه في المدرسه، مش بيركز، مش بيحفظ بسرعه، مش يعني مشكله الدراسه بتبقى بتبروز موضوع الانيميا. في برضو اعراض تانية بنشوفها في الانيميا، ان الطفل مثلا يكون شعره بيتساقط، يعني تلاقي الام بتقول انا بنتي شعرها بيخف، او نلاقي مثلا الضوافر ضعيفه وهشه. تمام، دي برضو من الاعراض اللي بتذكر يعني في موضوع الانيميا. من الاعراض المشهوره جدا في الانيميا والخطيره هي فقدان الشهيه. الانيميا من اشهر الاسباب اللي بتخلي الطفل يعني نفسه مسدوده وعنده فقدان شهيه، وبعد كده الطفل بسبب فقدان الشهيه ده فما بياكلش كويس فبيحصل له انيميا، فبنبدا ندخل في سايكل اللي هو انيميا عامله فقدان شهيه، وفقدان الشهيه عامل انيميا، فالدايره دي بقت دايره مفرغه، يعني لازم نكسرها عن طريق ان احنا نعالج الانيميا عشان الطفل نفسه تفتح تاني فيبدا ياكل، يعني نعالج المشكله. من الاعراض الغريبه النادره في الانيميا ان نلاقي الطفل بياكل حاجات مش طبيعيه، يعني مثلا ايه، بياكل طوب، رمل، دهان الحيطه، الحاجات دي موجوده وشفناها، لو انتم مستغربين لا موجوده، نلاقي الطفل بياكل طين، بياكل تراب، الانيميا بتعمل له كده. خلاص، فدي اشهر الاعراض بتاعه الانيميا. شكينا ان الطفل ده عنده انيميا، هنعمل ايه؟ طبعا لازم نجري بسرعه على الدكتور عشان خاطر نشخص المشكله وناخد العلاج المناسب. طيب تشخيص مشكله الانيميا بيكون ازاي؟ تشخيصه سهل وبسيط خالص، بنروح نعمل تحليل صوره دم، وبنعمل نسبه الفريتين اللي هو مخزون الحديد في جسمنا، يعني تحليل بسيط خالص بنعرف منه نوع الانيميا ايه اللي هو صوره الدم، بتعرفنا نوع الانيميا بالظبط ايه، والعلاج بتاعها بيكون بسيط ومباشر. تمام. ممكن نعمل بعض التحاليل عشان ادور على سبب الانيميا، زي مثلا الديدان، ساعتها الدكتور هيطلب ايه؟ تحليل براز، هيشوف الديدان، هناخد علاج الديدان بالاضافه لعلاج الانيميا، هكذا يعني على حسب الحاله الدكتور بيشوف ايه المطلوب وبيطلب التحاليل المناسبه. لكن القصد ان التشخيص سهل جدا وبسيط وما يحيرش، مش زي امراض تانية، فبالتالي مش محتاج اهمال مننا في ان احنا نجري عشان نعالج مشكله الانيميا. تمام. طيب ايه علاج الانيميا؟ علاج الانيميا هيعتمد على حاجتين، هيعتمد على العلاج الدوائي وهيعتمد على الاكل. طيب ايه العلاج الدوائي؟ العلاج الدوائي ان الطفل بياخد حديد. طبعا الحديد بقى فيه نوعين، في الاملاح الحديد العاديه اللي كلنا بنكتبها للاطفال عشان خاطر هي رخيصه ويعني بتعمل شويه اثار جانبيه، امساك، البراز بيبقى لونه غامق شويه، بس ده في سبيل ان هو دواء رخيص. نازل انواع جديده دلوقتي هي غاليه شويه ولكن ما فيهاش الاثار الجانبيه دي، فطبعا على حسب الحاله الماديه للاهل بنشوف النوع المناسب، انما كله بيعالج. تمام. طيب ده العلاج الدوائي، لكن الاكل هو الحاجه المهمه لان ده اللي هستمر عليه فتره كبيره، اللي هو هفضل عليه على طول. انما العلاج الدوائي اللي هو الحديد اللي احنا خدناه لا، ده بناخده فتره معينه لحد ما الحديد والهيموجلوبين يرجع للنورمال تاني، وبنقعد 3 شهور بعد ما بقى نورمال عشان املى مخازن الحديد. لكن في امهات بتاخد الدواء اسبوعين 3 شهر وما بتكملش وما بتحللش وما بتتابعش، فالمشكله اصلا ما اتحلتش. لا، احنا ممكن نقعد شهور ناخد الحديد حتى بعد ما رجع نورمال، انا باخد 3 شهور بعد النورمال ده عشان خاطر املى مخازن الحديد بتاعه الجسم. تمام. طيب الاكل بقى، الاكل اللي فيه حديد طبعا احنا عندنا مصدر نباتي ومصدر حيواني. المصدر النباتي يعني امتصاصه بيبقى ضعيف، يعني نسبة الحديد اللي فيه بتبقى قليلة، وكمان لما بتخش الجسم امتصاصها ضعيف فما بنستفدش منها قوي. ولكن نقول ايه هي؟ طبعا الحديد موجود في العسل الاسود، السبانخ، الملوخية، الموز، التفاح، البتنجان، حاجات كتيرة. انما المصدر الحيواني طبعا هو ده اهم حاجة، لان غني بالحديد، وكمان امتصاص الجسم للحديد اللي فيه بيكون بنسبة أعلى جدا. موجود طبعا في الكبدة، موجود في اللحوم الحمراء، موجود في القلب، موجود في الكلاوي. ساعات الحديد ده لما بناخده في حاجات بتحصل بتخلي الحديد امتصاصه يكون ضعيف، يعني ما بستفدش من الحديد اللي خدته. ايه بقى الحاجات اللي تخلي امتصاص الحديد ضعيف؟ التانيك اسيد اللي هو موجود في الشاي. عشان كده ننصح ان لو في حد هياخد دواء الحديد او هياكل اكله فيها حديد ما يشربش كوبايه الشاي الا بعد الاكل بساعتين على بال ما يكون الحديد امتص. تمام. طيب في حاجات تزود امتصاص الحديد، طبعا فيتامين سي، يعني لو الطفل قدر ياخد مع الحديد او بعديه على طول عصير برتقان، عصير ليمون، عصير جوافه، الحاجات دي بتزود نسبه امتصاص الحديد اللي احنا اصلا اكلناه. تمام. بكده نكون قدرنا نحل مشكله الانيميا.
عايز اوصي ان احنا نهتم جدا بمشكله الانيميا وعلاجها، لان علاجها زي ما احنا شفنا حاجه بسيطه جدا، خصوصا موضوع التغذيه والاكل، لان الدواء مش هستمر عليه طول عمري، انما الاكل اقدر استمر عليه طول عمري. لكن الدواء هو خلاص احنا قلنا كام شهر وخلاص المشكله هتكون اتحلت، لكن ممكن ترجع تاني لو السبب مازال موجود، سوء تغذيه او ديدان او غيره، لازم نعالج السبب. يا رب اطفالنا يفضلوا دايما بصحه جيده، واشوفكم على خير يا رب. ولو في مواضيع تحبوا ان احنا نتكلم عليها ابعتوا لنا في التعليقات او في الرسائل، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان كل الناس تستفيد. شكرا.